القرآن الكريم هو في دلالته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يعتبر من العلوم والمعارف الخاصة به صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول القرآن الكريم يعني نجد بعض الآيات في ظاهرها بأنها تدل على سيدنا رسول الله، لا، القرآن الكريم بكل حرف فيه، بكل نقطة فيه يدل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيك أنه نزل عليه وله وبه وتيسر بلسانه. فالقرآن الكريم بالدرجة الأولى هو كتاب سيدنا رسول الله، أعطاه الله عطية وهدية وفتحا لسيدنا رسول الله، ومن بعد احنا ورثناه من عند سيدنا رسول الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. احنا ورثناه اللي هم الأمة المصطفات ممن ورثته من المصطفى صلى الله عليه وسلم، احنا اصطفينا منه صلى الله عليه وسلم وراثة. فالعارفون بالله حينما نقول بأنهم يقتبسون ويستنبطون هذه الحقائق المحمدية من القرآن الكريم، هذا بالغوص في بطونه لا شك، وإن كان في الظاهر بعض الآيات تدل. فالقرآن الكريم إذا أردنا أن نقسمه من حيث الدلالة المحمدية ينقسم إلى ثلاثة. الآيات تنقسم إلى ثلاث: آيات مباشرة الدلالة، مباشرة تتكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل آية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم آيات. وآيات غير مباشرة وهي كثيرة، غير الآيات المباشرة الأخريات كلها غير مباشرة، حتى التي تتكلم عن الأحكام، حتى التي تتكلم عن الأنبياء والرسل السابقين غيره صلى الله عليه وسلم، حتى التي تتكلم عن أهل الجنة وأهل النار، كلها لها علاقة بسيدنا رسول الله. ثالثة الآيات المتشابهات، وهي التي في ظاهرها توهم بأن عتاب لسيدنا رسول الله، هذه كذلك حفت الجنة بالمكاره. الآية اللي تشوفها أنت ظاهرها بأن فيها تشديد على سيدنا رسول الله، إذا رجعت إلى معايير النزاهة وفككتها تجدها بالعكس تدل على عظمة سيدنا رسول الله، ولكن جعلها الله سبحانه وتعالى من المتشابهات التي لا يعلمها كثير من الناس، ليختبر المولى سبحانه وتعالى المؤمنين هل يعظم سيدنا رسول الله أم يقع في تلك المتشابهات وينسبونه صلى الله عليه وسلم إلى المعصية أو كذا وكذا. هكذا ابتلاء، كما ابتلانا المولى سبحانه وتعالى في الرزق وابتلانا كذا كذا، يبتليك في والديك في بعض المواقف ينظر لك يعني تطيحهم ولا لا، يبتليك في شيخك، يبتليك، وهناك ابتلاء في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله. فظاهر الدلالة وخفي الدلالة والمتشابهات هذا كله يعتبر ظاهر القرآن الكريم، أما باطنه فهو مباشرة يغمس بك في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ هذا العلم علم التفسير، سمي التفسير كل يعني شرح تفكيك للفظ القرآن الكريم يسمى تفسير، هكذا. فالدلالة على سيدنا رسول الله من خلال القرآن الكريم تسمى تفسير، أيا كانت تسمى تفسير. فنحن لما جينا نبحث في كتب التفسير ونستنبط منها ونستخرج منها ما ذكروه من فضائل سيدنا رسول الله في الآيات، كيف فسروا الآيات الخاصة بسيدنا رسول الله المباشرة وغير المباشرة المتشابهات، جمعت عندنا مادة في التفاسير. يعني حين بقى تدرس، والآن عندنا التفسير الموضوعي، كل موضوع يدرس على حدة. عندك الأحكام، تفسير آيات الأحكام، عندك يعني الفلك، تفسير آيات الفلك، الإعجاز العلمي كذا، آيات التصوف، آيات الأخلاق. عندنا الآيات المحمدية تفسير موضوعي خاص بسيدنا رسول الله من باب التفسير الموضوعي فقط. قديما كان التفسير التسلسلي، يعني من الفاتحة إلى سورة الناس، المفسر واحد ويؤلف كتابا واحدا. أما الآن قال لك لا، خرج دراسات جديدة تقول كل واحد يفسر على حسب مجاله، أنت ماكش محيط بكل علوم القرآن، والقرآن كان فيه عدة علوم، لا علينا. إذن المتخصص في العلوم المحمدية في المنهج المحمدي المحب لسيدنا رسول الله الباحث في الحقيقة المحمدية وفي الشؤون المحمدية، حينما يرجع إلى القرآن الكريم يجد مادة
يعني ذخيرة عظيمة يعني مما ذكره السابقون سواء من العلماء في كتب التفسير الظاهر أو من الأولياء في التفسير الباطن والتفسير الإشاري. جمعنا هذا فجاءت يعني ما شاء الله من المباشر ومن غير المباشر ومن المتشابهات، فسمينا هذا المبحث أو هذا العلم اللي خاص بسيدنا رسول الله التفسير المحمدي صلى الله عليه وسلم، يعني التفسير الذي يدرس موضوعيا حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بأن يدرس لأنه هو أولى بالقرآن الكريم، هو الأولى بالقرآن الكريم، أولى من الفلك وأولى من الإعجاز العلمي وأولى من، هو الأولى بالدرجة الأولى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فالتفسير المحمدي هو علم وليس كتاب مؤلف، يعني قد ألفنا نعم فيه عدة رسائل ولله الحمد، وألف فيه ساداتنا من قبلنا، ونحن جمعنا ما ألفه السادة في سلسلة وموسوعة إن شاء الله لازالت جارية، نذهب إلى كتب التفسير فنستخرج منها ما له علاقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات المباشرة وغير المباشرة والمتشابهات، لا سيما كتب التفسير العرفانية. هنا الدرجة الثانية، الخطوة الثانية التي جاءت أمامنا، وهي أن وجدنا التفاسير هناك تفاسير ظاهرة وتفاسير باطنة، الشريعة على الأقل، الباطنة العميقة هذه لا توجد في الكتب. فانقسم التفسير المحمدي عندنا إلى قسمين، تفسير ظاهر وتفسير باطن، وكلاهما تفسير محمدي. فحينما يأتيك أحد العلماء يتكلم عن آية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يخوض فيها من حيث البلاغة ومن حيث الدلالات اللغوية، يتعمق، تستفيد أنت من هذه الناحية، لأنه موضوعه دراسته بلاغية عند الزمخشري أو عند ابن حيان مثال، أو عند يعني البيضاوي، كلهم مدققين من هذه الناحية. ولكن إذا أردت أن تنظر من الجهات الأخرى من حيث التجليات، لماذا جاء اسم الذات، ولما جاء يعني الملائكة أضيفوا إلى الله سبحانه وتعالى، ولماذا النداء للمؤمنين خاصة، ولماذا الصلاة هنا عند الله سبحانه وتعالى ولا يوجد التسليم، وعندنا نحن توجد الصلاة والتسليم، هذه الدقائق العرفانية تجدها في كتب العارفين بالله، وبمجموعها ترجع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.